مشاهدي المحترمين، سلام الله عليكم. هنا القاهرة. من عاش تلك المرحلة حيث كان صوت المنادي يدوي هنا القاهرة فهو يستحضرها الآن بنخوة، ربما بثأر أيضا. هنا القاهرة تلك أسكتوها وأطبقوا على أنفاسها بعد أن سلبوا نكهتها. قالوا فيها هجاء ساخرا، هجاء تهكم من الثورة، أي ثورة، فالثورة في أدبياتهم وليس أدبهم ليست سوى شعبوية تحريضية مهزومة. هنا القاهرة من لم يعيشها لأنه لم يعاصرها كأمثالنا، لنقل تحديدا كأمثال شباب مصر الثورة الراهنة، فهو قد أدركها بعقله وألفها بوجدانه. هنا القاهرة ليس مقصودا ولا مطلوبا في الحقيقة أن تنسخ هذه القاهرة تلك في زمن ثورة يوليو. نسخها يعني إفقاد هنا القاهرة تلك كينونتها ورمزيتها وقت كانت في عصرها برجالها. هنا القاهرة تعني ببساطة شديدة أن مصر استعادت هيبتها، هيبة النضال والمكانة والدور والإشعاع، لا هيبة الفراغ والذهول والذبول والنفاق. هكذا سمعنا من ميدان التحرير وفيه ممن رفعوا رايات. هنا القاهرة ربما لم يرددوها ولا استحضروها، لكنهم ردوها وأحضروها. هنا القاهرة اليوم هي كيف بالعامية أيها السادة، بالعامية المصرية. إزاي قامت الثورة وتحققت؟ فهل تحقق الثورة ما قامت عليه فهل تتحقق الثورة في هذا الزمن؟ إزاي كشف الميدان الأبيض من أسود فجر التحرير؟ فهل يبقى بياض الطموح أم يسود سواد الجموح؟ إزاي هم المثقفون والإعلاميون والفنانون في زمن الثورة والجماهير؟ أصحاب فعل على الأرض أم أهل هامش وتبعية وفقدان حيلة؟ إزاي سقطت فوقية أحزاب ونرجسية نخب أمام حركية شباب ونضال شعبي ميداني؟ إزاي تفضح الثورة حين تنتصر سياسيين ومثقفين انتهازيين وأعلاميين وكتاب متقلبين؟ السؤال الأهم، إزاي يستطيع هؤلاء أن يتقلبوا وينقلبوا هكذا بجرة قلم؟ هنا القاهرة إزاي؟ بلسان أو بتعبير الفنان محمد منير يجيب بسؤال إزاي؟
هذه وما بعدها نراجعها في هذه الحلقة مباشرة على الهواء من القاهرة مع نوارة نجم من قيادات شباب الثورة، الأستاذ خالد يوسف المخرج السينمائي المعروف، والأستاذ جمال بخيت الشاعر أيضا الوطني المعروف. مرحبا بكم أيها السادة جميعا. أستاذ خالد، نحن نتحدث الآن عن حدث ربما يكون جلل بكل ما لكلمة معنى. طبيعة الحال خلال الثورة على مدى الأيام الماضية كلها تحدثتم كثيرا، تحدثتم طويلا، ربما غصتم في تفاصيل التفاصيل خصوصا في ذلك الميدان، ولكن اليوم السؤال الأساسي: إزاي ذلك حصل؟ يعني أنا إجابتي إن نجم باباها قال مرة بعد انتفاضة أحمد فؤاد نجم، الشاعر أحمد فؤاد نجم قال بعد انتفاضة 77، قال حد فيهم كان يصدق بعد جهل وبعد موت إن حس الشعب يسبق أي فكر وأي صوت. ده اللي حصل، إن دايما الشعب المصري بيختار توقيتاته العظيمة بنفسه، يبتعد تماما عن أي تنظير وأي حركة تنظير سياسي أو فكري أو طليعة، ويختار توقيتات عظيمة بيعرف ينجز فيها. إذا أردت أن تحدد القوة الدافعة، يعني قل لي هناك قوة دافعة ما هي التي هي القوة الدافعة ده بلا أدنى شك هي الشباب. يعني الشباب اللي خرج يوم 25 ده تاريخيا هم طليعة هذه الثورة. فهي دي القوة الدافعة. يعني المهانة التي كان يعيشها هؤلاء الشباب على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي هي اللي دفعتهم للخروج يطالبوا بكرامة لهذا الوطن. يعني فيهم ناس كمان على فكرة كان عندهم وظائف ويقدروا يعيشوا كويسين، لكن هم شعروا بأن الوطن مهان، في فقراء اللي بيزحفوا على بطونهم كي يأكلوا، في القهر اللي موجود في الشوارع، محدش يقدر ينطق، محدش يقدر يعارض. كل ده هم شعروا بيه، حتى لو كان لم يمارس على واحد منهم كان حتى الواحد ده حاسس ده. وبالتالي طليعة هذه الثورة هم شبابها بلا أدنى شك، وهم اللي تقدموا الصفوف. صحيح ان الشعب المصري لو لم ينضم لهؤلاء الشباب ما كانتش هتبقى ثورة، فهي ثورة شعب، لكن المفارقة هنا أن الطليعة كلها كانت في ذيل هؤلاء جميعا، ولا أبرئ نفسي. يعني طليعة المثقفين والأدباء والمفكرين كان كلهم بعد هؤلاء كلهم. جميل. هذه نقطة ربما نتحدث عنها لاحقا، ولكن قبل أن نتحدث عن القوة الدافعة للشباب، أستاذ جمال بخيت، هل ثأرت لنفسك وثأروا لك بعد 30 عاما، عام 82 بعد اجتياح لبنان كتبت قصيدة باتت جزءا من الخطاب الوطني هنا في مصر وربما حتى في بعض البلدان العربية. ارجع بقى، كنت تخاطب الشعب وقت ذاك، تخاطب الشعب كأنك تستصريخه، تستفزه، تستنيضه. هل بعد 30 عاما تقريبا ثأر لك هؤلاء الشباب لما ناديتهم به قبل بالتأكيد 29 عاما؟ يعني عايز أقول الشعب المصري كله ثأر لنا، مش الشباب لوحدهم زي ما تفضل خالد. أنت سألت سؤال وقلت إزاي، وأنا عايز أقول لك إنه تراكم المظالم مع تراكم رفض المظالم، الاتنين كانوا ماشيين في نفس الخط. وعايز أقول إنهم مش من 30 سنة، هم من 40 سنة، من ساعة الثورة المضادة على كل منجزات ثورة يوليو العظيمة. في حركة، يعني في اتجاه حركة ظالمة، في اتجاه قهر وإخفاء هنا القاهرة زي ما تفضلت في البداية، وفي حركة دائمة وفي تضحيات مستمرة من جميع فئات الشعب المصري. في معتقلين، في رجال فكر ديسوا بالأقدام، اختطفوا من الشوارع وترموا في الصحراوات. في زي ما بنقول في تراكم للمظالم، كان في تراكم لرفض المظالم. حتى أنا ليا وجهة نظر يمكن محدش ذكرها قبل كده، بس هي خاصة بيا، يعني بقولها المرة الأولى، إنه لحظة التفجير الكبرى هي إنه بات حضور مصر على الخريطة مهددا من خلال نزاع مصر في ماء النيل وهو سر وجودها، اللي بعديه على طول دولة مفتتة، بدل السودان بقى في دولتين، وجنوب السودان. وأنا رأيي إن دي هي اللحظة اللي من أحد قيادات النظام، أو لنقل نخبة النظام، يقول إنكم أنتم الشباب كأنكم كنتم تعملوا بروفا، يعني عملتوا بروفات على مدى 2 و3 سنوات
كيف تتظاهرون، كيف تذهبون، كيف تأتون، كيف كل هذه المسائل. ربما يكون فيها سيناريو، ممكن يكون مسرحية بهذه الطريقة، ولكن حتى لو لم تقصدوا ذلك الأمر، ولكن كأن تراكم رفض المظالم هو الذي جعلكم من خلال تلك المدونات، من خلال ذلك الحديث، من خلال كل ما فعله الشباب على مدى السنوات الماضية. أنا سألت أستاذ خالد ما هي القوة الدافعة فجزم بأنهم الشباب. إذا سألت الشباب، وأنت من الشابات التي كنت من قيادات هذه ثورة الشباب، ما هي القوة الدافعة لكم ولكن؟ هل هي فقدان مصر مكانتها؟ هل هو الظلم؟ هل هو ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة تونس. تونس حقيقي. أولا أنا مش قيادات، يعني شكرا على هذه الأمانة في النهاية. كويس كويس. الحقيقة أنا مش قيادات أول حاجة. تاني حاجة ما فيش قيادات، الثورة ما لهاش قيادات تماما زي تونس. وفعلا الإجابة تونس، وبالتحديد الفيديو بتاع الراجل اللي قال بن علي هرب بن علي هرب. حضرتك أنا عايزاك تخش على اليوتيوب وتشوف تعليقات المصريين. نعم. كلهم عقبالي يا رب، أنا نفسي أجري في صلاح سالم زي الراجل ده، أنا نفسي. يعني هي كان في حراك سياسي من 2004 ويمكن من قبل كده، في مطالب فئوية، في حراك سياسي، في محاولات نخبوية زي ما الأستاذ خالد قال للتوعية، في تدوين، يعني في حركة، ما كانش سكون تام، في حركة دايما. بس الشعور بجدوى الحركة الحقيقة ما كانش موجود حتى من الناس اللي بتعمل، وأنا واحدة من الناس دي. طيب عندما تقولين أنه ما في قيادات، أنا سمعتكم كثيرا تتحدثون بهذه الطريقة، ولكن في النهاية أن يجتمع ناس ويبقون لمدة هذه الأيام بكاملها بلياليها تقريبا في ميدان التحرير، أن يتم اتفاق جامع فيما بينكم على رفض كل خطابات الرئيس السابق حسني مبارك، أن تلتزموا كلمة سر واحدة بالبقاء أو بالذهاب بالتوجه إلى مقر الرئاسة. في النهاية ربما أنتم مثلتم قيادة من نوع جديد لا فيها رئيس ولا مرؤوس، ولكن في النهاية أنتم كان في شيء اسمه قيادة، وإلا لا نتحدث عن ثورة كاملة بملايين هكذا فوضوية وعبثية. فلذا أنا سؤالي إذن كانت قوة دافعة لما حصل هي تونس. خلال تلك الثورة، خلال تلك الأحداث، ما هي القوة التي كانت دافعة؟ هل تصريحات الرئيس مبارك التي استفزتكم؟ هل إقدام الناس بشكل دائم ومستمر على النزول؟ هل البلطجية؟ هل الأمن؟ هل الخارج؟ هل الأعلام؟ ماذا؟ لأن عندما أتحدث بهذه الطريقة نوار أستاذ خالد وأستاذ جمال، أنا لا أتحدث فقط من أجل استحضار الآن، نحن الآن نتحدث عما حصل في ثورة مصر من أجل المستقبل وليس من أجل التاريخ، من أجل المستقبل حتى نوثقها. يعني اليوم عندما تتحدثون بهذه الطريقة لا شك بأن ما حصل سيكتب وسيكتب فيه كثير وطويل من أدب وشعر وسينما ومسرح وغير ذلك، ولكن هذه الكلمات التي الآن تقولونها هي أيضا ستوثق. قولي لنا النقطة الدافعة الأساسية التي جعلت هذه الثورة تبقى وتستمر وتنتصر بهذه الطريقة. هي نقطة بقى التراكم دي، النقطة اللي حضرتك بتقول عليها إنه وحدة الهدف ووحدة التفكير، وإنه واحد يقول يلا يا جماعة نعمل كذا، فتبص تلاقي كل الناس مش عايزة تعملها. نعم. أو كل الناس تقول هي يلا نعمل. ده بيبقى ده بناء بقى فعلا من 2004، بناء لتراكم الحركة. الحقيقة الحركة الفئوية بالذات الحركة العمالية والحركات السياسية زي كفاية وزي غيرها من الحركات بنت وعي سياسي معين خلى بقى فيه رؤية متبلورة. جميل جدا. على كل حال المخرج خالد يوسف كأنه كان يتوقع ثورة ما في مصر، فحدثنا عن بشارات الثورة، أليس كذلك؟ نشاهد بشارات الثورة إذا سمحتم. وكونوا فاكرين البلد سايبه، بلد فيها حكومه وحكومه من حديد. ومين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال، لو ان ورده لسه بنداها دوسنا عليها والغصن مال.
بلاش تجاوب عالسؤال، أصل الإجابة تموتك. ومين يهمه والآن قلبه روح باسمه، والآن وطن بيسلم حروف اسمه، بيخلع آخر هجمة على جسمه. ومين يهمه الآن وطن بيغير العنوان. ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح، تدب فينا حياة ننسى هوان وجروح. ومنين نجيب قدرة تملانا تاني بروح، تدب فينا حياة ننسى هوان وجروح. لو لسه في قلبي وقلبك أحلام مش راضية تموت، ريحة وطعم أنا في ميدان التحرير يعني دبابات وشاحنات وثورة وبوليس، وهذه كلها يعني لقطات مصورة. يعني في ناس ممكن تعتقد ان المشاهد دي مشاهد من الثورة الأخيرة. لا، دي كلها مشاهد من الأفلام، هي فوضى ودكان شحاتة وحين ميسرة. حينئذ هنا السينمائي والمخرج والفنان والكاتب والسيناريست في النهاية عندما نتحدث عن سينما ونتحدث عن فن ويكون ملتصقا، عندما نتحدث عن الفن الملتزم بالمناسبة، ليس الفن المتخشب الذي لا طرب فيه ولا صورة ولا مشهد ولا دراما ولا رومانسية. لا، نحن نتحدث عن الفن الملتزم الذي يكون يعانق الواقع كما هو، يعانق الواقع بنبضه بروح الناس. هذا النمط الآن عندما تتحدث أستاذ خالد، هل فعلا كنتم تتوقعون بأن مصر في النهاية ينبغي أن نقول لها كفى؟ سياسيا قلتم لها كفاية، ولكن بالسينما تقول لها كفى. كنا بنحاول، بس خد بالك من حاجة، احنا كنا السينما تحديدا، فن السينما تحديدا عليه أقصى درجات الرقابة في مصر. يعني يستطيع جمال يكتب قصيدة وينشرها في جورنال يهاجم رئيس الجمهورية، نعم. يستطيع صحفي يكتب، لكن السينما بالذات عليها رقابة. أنا كنت بتعرض على وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، المخابرات العامة، كل ده أنا بروحه عشان فيلم يعدي، وممكن يبقى فيلم رومانسي بس جميل عدى في الآخر. عدى في الآخر، بس عدى بإيه؟ مش بفضل اتساع أفقهم، بفضل إن أنا كنت مصر إن أنا يعني كنت بدافع عن أفلامي حتى الموت، إن أنا أقول لو اتشال مني كادر امنع الفيلم كله، وأتحمل فضيحة إن أنت تمنع فيلم سينمائي في زمن بتقول عليه ديمقراطي. نعم. فكنت بستخدم فكرة التهديد دايما، إن أنا ما اشيلش كادر ويسيبوا الفيلم زي ما هو. نعم. بس أنا نفسي كان عندي سقف، عارف لو عديته برضه هتمنع، فعشان كده انا نفسي كنت مراقب نفسي يعني. فالافلام كلها فيها ما فيهاش نبوءه زي ما الناس قالت، ولا فيها توقع، هي كان فيها استشراف للمستقبل. كان في ان الدوله الامنيه ديت عندما تتحول، او المؤسسه الامنيه عندما تتحول الى مؤسسه قمعيه، هتنتهي في النهايه بانتحار هذه المؤسسه. نعم. ده اللي كان محوب فيها فوضى في دكان شحاده. اذا الخلاصه عندما نتحدث عن تراكم الرفض، هو ليس تراكم شباب فقط ولا جيل قديم، هو تراكم فنانين وسينمائيين وشباب وسياسيين وشعراء، تماما كما قال جمال بخيت عام 82: ارجع بقى. بالزبط. كان يخاطب الناس وكان يخاطب الشعب: يا شعب ارجع بقى. كيف قلتها؟ ارجع بقى وفك حبل المشنقة وامسح همومنا باللقى، يا جدرنا تحت التراب، يا حلمنا فوق السحاب، يا عمرنا طال العذاب في الانتظار، رجعوا التتار لكننا أشواك بتتحدى العطش، وجنود بتتحدى الفرار، نسقط ساعات ننزف ساعات، لكننا نفضل كبار، نفتح عيون للانبهار متشوقة. فارجع بقى وفك حبل المشنقة وارفع راياتك يا أبي، قريش بتسأل عن نبي يهديها من بعد العمى. خالد قتل مسيلمة، لكن جنود الكذابين عينهم في طابة، يتحدوا فرسان الخطابة ويلجموهم بالسكوت في عصر بيروت الحزين.
خالد قتل مسيلمة لكن جنود الكذابين بيفتتوا دلتاك بصبر، وبيحفروا في سينا قبر، وبيركبوا نيل العنيد، وبيخنقوني في الصعيد بكلام نكت وبتريقة. فارجع بقى ده الهزل زاد، والباشا ايده على الزناد، وصدقي بيصلي الفؤاد، وبيحلفوا نرجع عبيد نتباع في أسواق الكساد. الهزل زاد والباشا ايده على الزناد، والسد جوه الفوهة، لو ينسفوا تغرق بلادك كلها، وتعود سنين الأوبئة تسكن ضلوعنا الضيقة. فارجع بقى الشمس سكنت كل غرب، حلفت ما ترجع للشروق من أي شرق، إن لم تكن في الانتظار أنت وسيفك والتتار تحت القدم. فاقضي بصوتك على العدم، اعدل موازين الزمان، رتب نجومنا في الفضا، واكسي وجوهنا بالرضا. بعد الشقة دي الأمة لسه محتاجاك، والأرض لسه مهيئة. فارجع بقى، ارجع بقى. ورجع الشعب. ورجع الشعب. نوارة، كل الشعارات التي سمعناها في الحقيقة شعارات مثالية، شعارات طموح، خصوصا خلال الثورة. تتحدثون عن لا للظلم، لا للقهر، لا للفساد، لا ل30 سنة كما وصفتموها بطريقة ما، كل هذه المسائل. لكن بكل صراحة هناك من تساءل من خارج مصر، وأنا آت من خارج مصر. هناك من تساءل لما كل هذه الشعارات على أهميتها ومحوريتها، وهي التي تجترح كل الآلام الموجودة، لكن لم يوجد شعار خارجي، وتحديدا الشعار الفلسطيني والتحدي الإسرائيلي. مصر في النهاية لها وضعها الخاص، مع ذلك هذا الشعار غاب. هل غاب بخطة أم هو غائب أصلا؟ بصراحة احنا يعني في بداية القرن اللي فات الدول العربية خاضت يعني معارك مقاومة ضد الاحتلال المباشر. أنا شايفة أنه احنا في بداية هذا القرن الشعوب العربية كل شعب بيخوض المقاومة ضد الاحتلال بالوكالة. ما كانش ممكن نتكلم عن دولة محتلة وإحنا نفسنا شايفين نفسنا محتلين، وعارفين إن إحنا محتلين بالوكالة، وشايفين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وهو بيكلم الأمريكان بيحرضهم علينا وبيقول لهم لو مشيتوني هيجيبوا لكم الإخوان، وإحنا قاعدين مستنيين وتلت ساعة وهو بيكلم بن إلي عازر. فإحنا واضح كده إن إحنا تحت الاحتلال، ومش بس إحنا تحت الاحتلال، وتونس كانت تحت الاحتلال. وأنا بحيي كفاح الشعب العربي في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن، وهم كمان تحت الاحتلال وهم بيقاوموا. لو تلاحظ برضو ده مش معناه انه في فلسطين غايبه او العراق غايبه او اي دوله عربيه اخرى غايبه. اثر تونس علينا اللي ادانا الامل واللي حركنا، ده دليل ترابط فرحة كل العالم العربي بثورة مصر، وفرحة العالم العربي بثورة تونس، وتعاطف العالم العربي مع كفاح الشعب العربي في ليبيا واليمن والبحرين. ده ترابط حقيقي، بس احنا كل شعب فينا بيخوض حرب التحرير ضد الاحتلال بالوكالة. يعني فعلا هي نقطة أساسية أستاذ خالد. حقيقة ما حصل يعني عندما تحرك الشعب التونسي في النهاية تقريبا كل العرب تفاعلوا معه، ونتحدث عن جماهير، وحصل ما حصل في مصر والآن يحدث في البلاد العربية. كأننا عدنا بالفعال إلى أن الأمة العربية أمة عربية واحدة، وهذا المصطلح الذي كان يقوله العربيون والقوميون والإسلاميون واليساريون وغيرهم ممن هم يناصرون الجماهير كان يقال لهم دائما أنتم تتحدثون عن وهم. والدليل على ذلك أنه يعني حصلت تحركات وثورات في أمريكا اللاتينية ولكنها لم تحرك الشعب العربي، وفي أفريقيا ولكنها لم تحرك الجماهير العربية. ها أنه عندما يتحرك جمهور عربي، شعب عربي، وجدنا فعلا بأن بقية الجماهير تحركت بهذه الطريقة. هل نحن عدنا أو استحضرنا من جديد فكرة أننا أمة عربية واحدة، وبالتالي شعاراتنا واحدة، همومنا واحدة، تحدياتنا واحدة؟ أنا بتصور الجملة اللي قالتها نوارة كانت مهمة جدا. الشباب الصغير اللي طلع بالثورة دي، أنا بصيت على الفيسبوك لقيت فيه حاجة دوميننت كده، حاجة أو كومن مشتركة بين كل الولاد، إنهم بيقولوا إحنا مش أقل من شباب تونس. يعني عندما شفت الجملة دي عرفت إن الشباب ده ممكن ينتصر، لأنه يعني بدأ يحس إنه
الشعوب عندها قدرة على التغيير اهي. نعم. طب احنا خايفين ليه بقى؟ فهم استحضروا النموذج التونسي. فعلا الإجابة تونس، يعني بلا أدنى شك أن تونس كانت ملهمة نعم. لشباب الثورة في مصر بلا أدنى شك. ده بيؤكد اللي حضرتك بتقول عليه، وحدة الضمير العربي ووحدة الهوية العربية والثقافة العربية الواحدة والمستقبل الواحد والخطر الواحد الذي يهدد الأمة العربية. يعني طول عمرنا بنقول الكلام ده، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت فعلا بيقعدوا يقولوا علينا واهمين وعايشين في غياهب الماضي وحاجات كده، لكن دي حقائق الجغرافيا والتاريخ. صحيح. نحن أمة عربية واحدة ومستقبلنا واحد، وأعتقد إن يعني ده استقرائي للمستقبل واستشرافي للمستقبل، أن الأمة العربية بقيادة مصر ستصبح أحد القوى العظمى في العالم خلال سنوات عندما تحرر كل البلاد العربية. ننتظر فيلم في هذا الإطار. أنا قايل على فكرة، يعني الكلام ده بقوله من زمان جدا، إن العالم مقبل على عالم متعدد الأقطاب، من ضمنها الأمة العربية بقيادة مصر عندما تنتفض الشعوب. وقد أجمع كل من راقب ما حصل في مصر، يعني وحدة الأعمار، الطوائف، الأجيال. وهذا كان أمر مهم بالمناسبة. كان يفترض أن يكون من بيننا أيضا سالي توما، واحدة من بارزنا خلال هذه الثورة، وهي مسيحية، وكنا نريد أن تكون بينكم خصوصا، ولكن وعكة الصحية طرأت في اللحظات الأخيرة، حالت دونها والوجود. الأساس هناك نقطة نوارة، أنت الآن تلاحظين ما يحصل هناك. أود أن أسألك كشابة، وأنت نزلت إلى الميدان، هل إن ما قمتم به، أو لنقل قام به الشعب وقامت به الجماهير، هل هو أيضا رد فعل على ما يوصف بفوقية الأحزاب؟ هناك أحزاب سياسية كانت تمارس بفوقية مع الناس، مع الجماهير، كانت تمارس فقط، هي تمارس بفوقية على الناس وبعلاقة أفقية مع السلطة والنظام، داخل بصفقات مع السلطة، نائب من هنا وزير من هناك. هناك من يقول أيضا النخب، بعض النخب كانت تتعاطى بنرجسية مع الآخر. هل هذا الأمر كان قائما أم فيه مبالغة؟ كان قائم. هو في نوعين من الأحزاب الكرتونية اللي هي كانت موجودة بتدي شرعية للنظام، هي جزء من النظام، وفي تيارات سياسية معارضة ما كانتش عارفة قوي تتواصل مع الشارع لأسباب أمنية ولأسباب نخبوية. يعني كأنه متجدد لديكم. أهلا بكم مشاهدي الكرام. كنا نتحدث نوارة قبل أن ينقطع بنا الاتصال عن عن ضيق الأفق والطريقة التقليدية في التعاطي. تفضلي باختصار إذا سمحتي. باختصار، هم الأحزاب متجاهلة الشعب، وكان النظام كمان متجاهل الأحزاب وبيقول عليها خليهم يتسلوا. حصل تنامي، يعني حصل مراقبة من الشعب للأحداث اللي بتحصل، وتنامي واعي فاجئ النظام وفاجئ المعارضة. فبقت المعارضة متبرمجة على ان هي تضغط بحاجات وتاخد قصادها مكاسب وتعمل صفقات. فابتدت لما لقيت الآن ما الذي يمكن أن يحصل الآن؟ لما لقيت لا، دلوقتي لازم يتوقفوا قليلا ويبتدوا يستوعبوا، لان هم مش مستوعبين. ولحظة ما كانت الثورة حاصلة، ابتدوا يروحوا يتفاوضوا مع عمر سليمان على اساس ان هم هياخدوا منه مقاعد في البرلمان. يعني دي اقصى طموحهم، ما عندهمش طموح اعلى من كده. فهم دلوقتي لازم يعني هم متهيألي متوقفين عشان يبتدوا يستوعبوا. ويبتدوا يفهموا ان احنا ما خلصناش الثوره، احنا عايزين تطهير النظام. الحكومه القائمه لشفيق، واللي هو شفيق قال هشكل حكومه ثانيه بناس ثانيه، هو مش عايز يفهم ان احنا كمان مش عايزين هو، يعني هنخش في الدايره دي تاني، دايره امشي يقوم يغير نص اللي حواليه، لا امشي يقوم يغير كل اللي حواليه، لا امشي يقوم يحاول يغيرنا احنا. وانتوا عندكم القدره يعني للاجتراح من جديد، امشي 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 الى الابد لحد ما نعمل اللي احنا عايزينه. وكل ما بيروح مننا شهداء كل ما نتمسك باللي احنا عايزينه. إذا من خلال ما سمعته من إجابات نستطيع أن نقول السؤال الأول الذي طرحته في المقدمة، هل إن هؤلاء الإعلاميين والمثقفين والسينمائيين والفنانين هل هم لديهم دور فاعل أم تبعية هامشية؟ أنا أفهم الآن بأن لا، هناك دور فاعل، ولكن هي هذه النخبة أيضا منقسمة.
يعني هناك دور فاعل لهذه النخبة من شعراء وأدباء وسياسيين وشباب وممثلين وسينمائيين وغيرهم. هؤلاء لهم دور فاعل، ولكنهم منقسمون، هناك أطراف أخرى. هنا نتحدث عن هذا الانقسام. عندما نرى الآن يعني جزء من النخبة أستاذ جمال، جزء من النخبة، جزء من الإعلاميين، جزء من المثقفين كانوا يتحدثون بخطاب معين، فجأة بأقل من 24 ساعة بعد تنحي الرئيس مبارك نحن نتحدث عن انقلاب كامل. هذا أمر فعلا محير، لكن كيف تفسره؟ هل تفسره بأنه مرونة فائقة، استيعاب لما يحصل، عبارة عن قدرة عقلية تمكن هؤلاء من أن يعلموا بأن هناك واقعا تغير وبالتالي هم يتكيفون معه وهذه شيمة تحسب لهم؟ أم نحن نتحدث عن ظاهرة أخرى محيرة سميها ما شئت، نفاقا، تقلبا، سميها ما شئت؟ مش صدفة أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل ده يعني بعد الكفار وبعد عبدة الشيطان وبعد كل حاجة يعني المنافقين. فهو النفاق ليس له دين. عشان كده استغرابك من أنهم في خلال 24 ساعة وفي خلال ربع ساعة. طب أوضح لي هذه النقطة. يعني ناس شاعر مثلا يقعد 10 سنين يكتب احتفالات أكتوبر، الرئيس بيقعد فيها واخد بالك عشان يزهو بمجده اللي تم فيها. في هذه الاحتفالات تم اختصار انتصارات أكتوبر الحقيقية في شخص الرئيس. ومن هنا عايز أقول أن تاريخ حرب أكتوبر لازم يعاد كتابته من جديد. ونفس الشخص اللي كان الشاعر بيكتب كل هذه يعني الأمجاد الحسنوية المباركية، النهاردة بقى واقف في الميدان وبيكتب أغاني عن شهداء أي ميدان؟ ميدان التحرير. وبيكتب عن شهداء يناير. ما هي الإشكالية؟ أنا يعني هو وغيره طبعا، لأنه يعني هو مش لوحده، في إعلاميين كبار تصدروا المشهد الإعلامي لسنوات طويلة وانتقلوا زي ما أنت قلت في خلال 24 ساعة من موقع إلى موقع. النفاق ليس له دين، وأنا بقول دي ناس يعني فاقدة لأي إحساس، لأي ضمير، لأي حتى قيم أو مبادئ غرسها الدين أو غرستها الإنسانية. طيب كيف تتعاطون معهم نوارة؟ كيف تتعاطون مع هذه النخبة؟ على حسب دورهم. لو كان دورهم تحريضي، لانه يعني في حرقه قلب شديده للشهداء اللي راحوا، لانهم ما كانش مفروض يروحوا. انا شخصيا بشكل شخصي قلبي وجعني على الشهداء يمكن اكتر من لو كانوا راحوا في حرب، لانه ده واحد ماشي في الشارع ما كانش مفروض يموت. لو كان في دور تحريضي على الشهداء دول زي يعني رؤوس الإعلام، الحقيقة كانوا بيحرضوا بشكل مباشر على القتل. وأي إعلامي أو صحفي كبير اتهمنا بالعمالة واتهمنا بأن احنا بناكل كنتاكي وعملاء لإيران وإسرائيل وقطر والجزيرة وبلاد تركب الأفيال، ده شخص حرض على قتل الشباب. وما يجيش يعيط على الشباب وينزل أغاني عن الشباب دلوقتي، دم الشباب في إيديه ومش مسامحينه. لكن لما يبقى حد يعني ساذج أو حد حتى دوره مش مهم، يعني زي مثلا في مطرب مثلا هو حقيقي لو ساند او لم يساند مش مهم خالص هو. يعني على حسب أهمية الشخص، على حسب دوره. لأنه في مجزرة حصلت، يعني حقوق الإنسان، مراكز حقوق الإنسان حصلت الشهداء في 750 غير المفقودين. يعني أنت محورك الآن في التعاطي مع هؤلاء هو كيف تعاطوا مع الشهداء؟ لا، كيف تعاطوا مع الثورة وأثرهم، لأنه إحنا جينا في فترة ساعة العسرة. نتحدث يا زوار، نحن نتحدث عن ثقافة. أنا أود أن نقول الآن نحن نتحدث عن ثقافة. يعني أنا أود أن أناقش معكم ثقافة أنه إنسان يتحدث بهذه الطريقة وبعد 24 ساعة يتحدث بطريقة أخرى. أنا النفاق ده يعني هتلاقي في كل مجتمع ناس منافقة، لكن على حسب إيده مغموسة في الدم قد إيه. هو خلاص هو منافق، هيفضل منافق خلاص. طبعا هذا الأمر برز بشكل كبير لدى الفنانين ولدى الممثلين والمطربين وغيره، ولكن ما يعنيكم أنتم بشكل أساسي. وكأنه بكل صراحة ظهر بأن غالبية الفنانين والفنانات ومن يوصفون بأنهم نجوم ونجمات كانوا مع العهد السابق، أو لست أدري ماذا تسمونه، لأنه أنا الحقيقة لا أريد أن نستخدم بعض المصطلحات كالمخلوع وغيره. نقول للرئيس المتنحي أفضل هكذا. هل أن هذا التقويم صحيح أم لا؟ نعم. ليه؟ أنا أقول هكذا.
انا هي اقول الرئيس معترضة، حقها متنحي. تعترض. هو الرئيس احنا اتبهدلنا البهدله دي كلها عشان انت تقول الرئيس المخلوع. انا الرئيس متنحي او الرئيس مخلوع؟ مخلوع. قولي انت الرئيس الرئيس المخلوع. قولي الرئيس المخلوع، ليست مشكله. لا تفضل. بس انا يعني زي ما قال جمال وزي ما قالت نواره، الحكايه برضو فيها درجات ولا بد من التقسيم، عشان التعسف في استخدام مقصله الثوره على كل من لم يؤيدها، اقطع رقبته او امحيه، ده اقصاء تعسفي يعني. فانا بقول ان في ناس كان دورها محرض زي ما قالت نواره، وفعلا استعدوا نصف الشعب المصري على نصفه الاخر اللي كانوا بيحدفونا بالمولوتوف على ميدان التحرير. كان في مجموعه منهم بلطجيه مأجورين، انا شفتهم بعيني واعرفهم ان هم مأجورين من ملامحهم، بس كان في وراهم يعني آلاف من الشعب المصري الطيبين السذج اللي صدقوا منظومه العهر الاعلامي ان دول مأجورين. فانا مش هقدر احاسب اللي ورا المأجورين، يعني عشان نفرق. في ناس حدفت بالطوب وكانت مقتنعه ان دول مجموعه من العمله هيخربوا مصر، وطلعوا ببساطتهم وبسذاجتهم حدفوا الناس بالطوب. هل دول يستوي مع المأجورين او يستوي مع اللي حرضوا المؤجرين؟ طيب كمخرج كيف ستتعاطى مع هؤلاء الفنانين؟ ما انا بقول لحضرتك كيف يعني، ستتعاطى معهم؟ ما انا بقول لك انا عايز افرق ما بين دور كل واحد، ده اللي نواره بتقوله وحضرتك نعم. يعني في دور كل واحد فيه كان دور اجرامي، وكان في واحد مثلا بسذاجه شديده جدا طلع قال يا جماعه طب خلاص، ما الراجل استجاب لكم لغايه كده، ما تروحوا بقى تخوفا من الفوضى. ده ما اقدرش احاسبه بنفس المقياس اللي كان ترس من تروس النظام، وكان يروج للاشاعات اللي تستعدي الشعب على الشعب. يعني ده المقصود، يعني ان يجب ان نفرق. ماذا ستفعلون؟ يعني ستنظمون الان قائمه، تعدون قائمه باسماء هذه انا مش مع قوائم، يعني؟ انا مع ان هذا الشعب يعني هو الذي يحاسب، وهو الذي يصالح، وهو الذي يسامح. يعني ما سالوني على انت هتشتغل مع الناس دي تاني؟ قلت لهم انا مش هشتغل مع حد كان ضد هذه الثوره الا اذا سامحه الشعب المصري. انا دلوقتي النهارده بعد الثوره عايز اقول لك انا بقيت تابع لوجدان هذا الشعب بشكل بقى حقيقي، لا انظر، انا اشوف وجدان الشعب فين وانا همشي وراه. فانا اللي هيسامحوا الشعب ده واحس انه سامحه ممكن انا اشتغل معاه، اللي مش هيسامحوا هذا الشعب انا لا استطيع ان اعمل معه. اللي انا مش هسامحه ما تشتغلش معاه. على فكره من بين الشعارات التي رفعت وسمعناها حتى امس في الاحتفال الكبير الذي نظمتموه، ارفع راسك فوق انت مصري، انت مصري. هذا دفعك واستفزك ان تقول قصيده في هذا الاطار. هو الحقيقه انا قعدت اشخبط طوال فتره ال 18 يوم ومفيش قصيدة لسه اكتملت من هذه الشخبطة، إنما يوم تنحي المخلوع خلاص نتبنى هذا تنحي المخلوع. وفي فرحتنا في ميدان التحرير وما حوله لقيت الناس بتغني ارفع راسك فوق انت مصري، فوجدت مشروع غنائية يبدو أن الثورة لا تتم إلا في حضور الغناء كما يقولون، فقلت ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك فوق بلدك طالعه لفوق، يلي كسرت الطوق يلي جبت نصري، ارفع راسك همة يلي نصفت الأمة، أحبابك وشبابك دول قد المهمة، من قوة شاهدهم ربك خد بإيدهم، 25 عيدهم في يناير ده حصري، ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك طير ما بقاش فيه أساطير، كل العالم سامع صوتك من التحرير، من كل الميادين تونس وفلسطين والباقيين جايين وشايفهم ببصري، ارفع راسك فوق انت مصري، لما مصر بتنطق يعلى الحق ويسبق والزيف يدخل جحره ولا بيحطش منطق، الراية مصرية والأمة عربية ودي ورد الحرية، فتح يا ابن عصري ارفع راسك فوق انت مصري، شعبي بصوته أدلى عدل الدنيا عدلة، وفي عز الشدايد غيرنا المعادلة، لو تزرع هتجني أجمل نول نسجني، فقر الفكر سجني والعدالة قصري، ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك شب غني مكان ما تحب، شعبك خالد خالد لما يهب يهب، شعبك أجمل شعب سهل ولكن صعب، جاب للحاكم رعب قال للحاشية انكسري، ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك عيش نظف ما تخليش
علم الحرة الغالية غيره ما يسترنيش، مش رح نرضى مظالم ولا هنخاف من ظالم، أصل الشعب العالم بدل يسري بعسري، ارفع راسك فوق انت مصري. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد يوسف. ربما بتعرف في بعض المحطات التاريخية الكبرى في تاريخ أي شعب، في تاريخ أي أمة، دائما بعد إذن يستولدوا شيئا جديدا، مرحلة جديدة يقال لها أدب كذا. يعني عندما تحصل مقاومة نقول أدب مقاومة، شعر مقاومة، فن مقاومة، سلوك مقاومة. نحن نتحدث الآن عن زمن ثورة، أدب ثورة، فن ثورة، مسرح ثورة، كتابة ثورة، أعلام ثورة، إلى غير ذلك. للأسف على سبيل المثال عندما حصل ما حصل في لبنان عام 2006 من ذلك الانتصار الكبير الذي حققه الشعب اللبناني على الآلة العسكرية الإسرائيلية، كان في الحسبان أننا سنجد مرحلة جديدة اسمها أدب المقاومة، فعل المقاومة، شعر المقاومة، لكن أدخلنا في أتون شيء لم نكن نريده، أتون الصراع المذهبي والطائفي وكل الخزعبلات التي تعرفونها الآن. هل أنتم أمام فرصة ذهبية لتشترحوا لنا شيئا جديدا ربما يدوم عقود؟ أدب ثورة، شعر ثورة، سينما ثورة، مسرح ثورة. لأنه حتى أكون صريح معك أستاذ خالد يوسف، أنت تعرف جيدا بأنه خلال السنوات الماضية كان هناك حديث دائما وطويل أنه في مصر لم تتراجع سياسيا فقط، ولم تتراجع هيبتها، ولم تتراجع سمهتها، لكن تراجع فنها وتراجع كل ما فيها. وهذا ربما السبب في الحقيقة ليس سبب أنه لا توجد طاقات، بالعكس من أهم الطاقات الموجودة هنا، لكن كأن المجتمع البيئة لم تكن لتنتج إلا هذا. هل نحن أمام مرحلة جديدة حتى نشاهد شيئا جديدا انطلاقا من مصر؟ بلا أدنى شك الكلام ده حقيقي. وزي ما في 24 ساعة الثورة دي عملت كده، نفضت الغبار عن الشخصية المصرية، فظهرت كل معادنها النفيسة وكل مكنوناتها الحضارية، والناس كلها في العالم كله بتتكلم على هذه الثورة الحضارية. ده اللي هيحصل فيه وهيبقى مرده في الفنون والآداب بشكل عام، لأن ده دائما هي بتبقى أزمة مناخ. ودايما كنت بقول كده، حتى الفتنة الطائفية نفسها كانت أزمة مناخ. احنا ما عندناش أزمة في النسيج الوطني المصري، ما عندناش ما يسمى بدافئ، يعني ما عندناش الطائفية حتى اللي موجودة في بلاد أخرى، ما عندناش في النسيج الأصلي. لكن ليه كان بيحصل كده؟ كان بيحصل أزمة مناخ، إن المناخ العام غير صحي، ان المناخ العام محبط. وعندما تغير هذا المناخ، عندما تغير هذا المناخ بالدليل ما حصل في الميدان، يعني ميدان التحرير بالمناسبة ما اسمه ميدان التحرير، يعني هو اسمه ميدان كأنه أصبح عاصمة الآن. يعني تعرف يعني الغرب بالمناسبة عندما تحدث عن ما حصل بالقنبلة النووية الأمريكية هيروشيما منذ عقود، ونحن نتحدث عن هيروشيما وتلك الجريمة الكبرى، حرب فيتنام، كأن نحن العرب لا نستطيع أن يعني رموزنا لا نستطيع أن نحافظ عليها. يعني بمعنى آخر في لبنان عندهم الضاحية الجنوبية، في غزة عندهم غزة، أنتم الآن شيء جديد اسمه ميدان التحرير، كأنه أمة هو بحد ذاته يختصر جزءا. نوارة، أنا بعد إذنك لأنه في نهاية الحلقة واستسمحك كأعلامي أن تقولي كلمة في الأعلام، لأنه الأعلام في هذه الثورة أيضا كان له دور متفاوت بين بارز وبين غير بارز. هل الأعلام كما يقال هو آلة تحريضية تعبوية تؤثر، أم هو آلة تنقل فقط ما يحصل؟ لا، هو فكرة تجربتكم يعني حقيقة فكرة الحياد بشكل عام، يعني مفهوم الحياد ده يعني نصب، يعني فكرة انه واحد تتوقع من اي كائن او اي جهاز او اي بما فيه الاعلام انه يبقى محايد، دي يعني في خديعة. نعم. خصوصا لما يبقى في جريمة قتل، فالحياد في جريمة القتل هو مشاركة في جريمة القتل. الحقيقة انه بصراحة كده ما حدش ساند هذه الثورة غير قناة الجزيرة، وعشان كده اتقطعت. القنوات الأخرى كانت طبعا الإعلام الحكومي، الإعلام القومي اللي أنا بدفع فيه ضرائب والمواطن المصري بيدفع فيه ضرائب، لازم يدفع تعويض لكل مواطن مصري على الجريمة اللي هو عملها. لكن وسائل الإعلام الأخرى كانت زي ما تكون مخضوضة أو خايفة، وكمان النظام المصري نعم. يعني نظام نابو أزرق يعني. انتهى الوقت، الله يخليك. هو آلة تنقل الحدث أم آلة تؤثر؟ لا، آلة تؤثر الحقيقة. وإن كنت شكرا لما تفضلت به إزاء الجزيرة، ولكن الواحد ينبغي أن يعطي بعض القنوات الأخرى حقها. هناك قنوات أيضا يمكن أنتم ما شفتوها، ولكن في لبنان قناة المنار، قناة النتيفي، الأنبيان، هناك قنوات في العالم العربي، هناك عدة قنوات فضائية أيضا، ولكنها ليست معروفة. ولكن أنا من خلالكم جميعا فعلا، أنا كأخ وكصديق وكزميل ليس فقط أحييكم، ولكن أود أن أوجه شكر خاص لعبد الفتاح فايل، هو مدير مكتب الجزيرة هنا في بيروت.
ليس فقط في القاهرة عفوا، ليس فقط على دوره في إنجاز هذه الحلقة، ولكن على ما قدمه هو مكتبه خلال تلك الفترة، لأنه كانوا يعملون في وضع صعب جدا. وأتمنى أنه في وقت من الأوقات نتحدث عن هذه النقطة. يعني أوصيكم بثورة البحرين وليبيا واليمن، أرجوكم هذه للجزيرة. أستاذ خالد يوسف، نوار نجم، أستاذ جمال أستاذة نوار نجم، أستاذ جمال بخيت، وإن شاء الله في فرصة لاحقة. وأنا أقول على الهواء مباشرة، أود أن أنجز حلقة استثنائية وخاصة مع أحمد فؤاد نجم، صافي كاظم، نوار نجم، ثلاثتهم مع بعض. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. أعود وأقول عبد الفتاح فايد، مكتب القاهرة، طوني عون، والجميع الإخوان التقنيين بدون استثناء، مع تقدير لكم من القاهرة. هنا القاهرة، في أمان الله.